السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. معاكم مروة محمود. في أكلة بسيطة جدا، أكلة مصرية كلنا بنحبها قوي، المكرونة البولونيز أو بالصلصة الحمراء. ومعانا فراخ محمرة والشوربة. هنا أنا مقطعة في البولة الكبيرة 6 طماطمات متقشرين ومتقطعين مكعبات، وحلقات الفلفل الرومي والفلفل الحار. ومعانا هنا كيس مكرونة 400 جرام سباكيتي. طبعا النوع اللي احنا بنفضله او بنحبه يعني. طبعا انا ما بضيف لها زيت ولا اي شيء اثناء السلق، ولكن فقط 8 دقايق وبتطلع روعة وجميلة جدا. ما بحبهاش مسلوقة قوي. هنا معانا برضو ربع فرخة من امبارح كانت موجودة عندي مشوية، بقطعها في صوص وبضيفها كمان للصلصة. معانا هنا في الطاجن دوت صلصة جاهزة، عبارة عن 3 معالق كبار او معلقتين كبار مع كوباية مية متدوبين فيها، ومقطعة مكعبات بصل، ومعاهم 3 فصوص توم زي ما احنا شايفين. ببدأ احمر في مادة دهنية زي ما انا عايزة، زيت ذرة او عباد الشمس او زبدة اللي احنا حابينه، بس انا طبعا في صلصة المكرونة بفضل جدا الزيت عشان بيديها لمعة حلوة قوي، لكن الزبدة او السمنة بتدفي المكرونة شوية. فبحمر هنا مكعبات البصل مع الثوم الاول. والتركايه بتاعتي بقى، حتى لو الطماطم بتاعتي مش حمرة، لا هتطلع حمرة جدا الصلصة وتحفة ما حصلتش. انا بحمر بس البصل قوي، بتك عليه شوية، مش لدرجة طبعا انه يتحرق، لا زي ال الرز بتاع السمك كده بالظبط، التقلية بتاعت رز السمك اللي هو السمك الصيادية، الرز الصيادية. بديه لون غامق، مش مجرد لون ذهبي، لا لون غامق سنة صغيرة خالص، علشان ينزل الغمقان بتاعه كله بعد كده في الصلصة لما بضيفها. دي اكبر يعني تركاية انا بحبها جدا، بتدي نكهة حلوة قوي. وكمان البصل لما بيكون متقطع مكعبات صغيرة هو والثوم، غير ما بيكون مهروس، ده ليه نكهة وده ليه نكهة. وصلنا للون اللي احنا حابينه زي ما احنا شايفين كده، ما اتحرقش مني ومش ابيض ومش دبلان، لا اللون ده حلو قوي. بضيف مكعبات الطماطم والفلفل الحار والفلفل الرومي، واسيبهم يتبلوا تماما لحد بس لما الطماطم تنزل الصوص بتاعها اللي هو الصوص الاحمر الحلو الجميل. بقلبها تقلبتين 3 واسيبها على نار هادية. انا بحب قوي النار الهادية قوي في الاكل، ما بحبش السرعة، بتدي طعم جميل. وزي ما احنا شايفين بقى اللون ده بالظبط. وكنت هنا صفيت المكرونة بعد 8 دقايق بالظبط. ما بسويهاش قوي، لا بحبها يعني اللي بيسموها قلدين، اللي هي متوسطة شوية قبل ما توصل درجة النضج التام، علشان لسه هضيفها في الصوص والصلصة بتاعتها يعني، ولما بقلبهم مع بعض مش عايزاها تطرى. وبعد كده بعد ما بضيف الطماطم والبصل، وعلى البصل والثوم والفلفل الرومي، بكون طبعا اخر حاجة بحطها الفراخ لان هي اوريدي مستوية. ف يعني مش عايزاها تستوي اكتر من كده. بحطها في الصلصة تاخد بس غلوة معها وتاخد نكهة منها. بنكه الصلصة عندي. وبعد كده بوريكم هنا ان المكرونة بعد ما صفيتها وسلقتها واحدة بوحدتها، ما ضفتش طبعا زيت في السلقة او اي شيء، هي مجرد بس الملح بالدرجة اللي احنا حابينها. وكل واحد طبعا عارف مقدار الملح بتاع الأسرة بتاعته اللي بيعمل لها الأكل. بنكه الصلصة هنا ببابريكا عادية مش حارة، مع فلفل اسود وكمون وشوية ملح، بس ما بضيفش اكتر من كده. حابة بقى شوية كزبرة ناشفة اوكي، مش هتفرق معايا يعني، بس طبعا بتضيف نكهة جميلة. وهنا كنت بسلق ديك بلدي، زي ما قلت لكم قبل كده، من كيلو ونص ل2 كيلو الا ربع. انا ما بحبش ازود عن كده، بيبقى مسكر وطعمه جميل. وبكون غسلاه كويس جدا ومنضفاه وشايله الجلد اللي عند الرقبه والكتاف زي ما بوريكم كده، عشان هنا بيبقى فيه طبقات دهن كتير قوي. بشيلها كويس قوي، والمنطقه دي هي يعني بيعتبر اكتر منطقه فيها زفاره شويه في الفراخ. لو احنا بنتخلص من الجلد دوت ومن الطبقه الدهنيه، الفرخه خلاص ما عادتش ليها ريحه تماما. وبتخلص من الريمة كده زي ما احنا شايفين. واول لما الفراخ تطلع ريمة بتاعتها او اي طيورة او اي لحمة، بنغطي بقى ونسيبها تاخد سواها بالراحة خالص مع نفسها. الوجبة دي كلها على بعضها ما اخدتش مني غير ساعة واحدة فقط، والله العظيم ساعة واحدة.
بعمايل المكرونة والشوربة وتحمير الفراخ. زي ما احنا شايفين مشغلة اكتر من عين، وشغالة بايدي هنا وهنا وعينيا على كل حاجة. فالاكلة بتقعد معايا ساعة، وهو ده المطلوب في الجو الصعب اللي احنا فيه، الحر الشديد ده. او اكلة خفيفة وبسيطة على السريع، وما تاخدش مني مجهود في الحر، عشان كمان كل ست الله يكون في عونها في الحر ده. دلوقتي الصلصة سبكي كويس جدا ولونها بقى رائع. بوريكم انها لما بتفصل الزيت عن الصلصة بتاعتها كده بتكون وصلت للدرجة اللي احنا عايزينها واللون اللي احنا حابينه. آه وبتكون استوت جدا واتسبكت معايا. زي ما احنا شايفين النقطة الحمراء الغامقة قوي كده كده الزيت بتاعها فصل عن الصلصة، وبتديني نكهة تحفة في الوقت ده. والله يعني اللي اكلوا من المكرونه النهارده يعني قالوا فيها شعر. كانت تحفه جدا وطعمها رائع جدا. وبوريكم بعد ما غرفت المكرونه، لون الصلصه غامق جدا زي ما احنا شايفين، غير الطعم الرائع جدا. وبالهنا والشفا. وكمان زي ما وريتكم في اول الفيديو، الفراخ حمرناها مع لسان العصفور للشوربه، واكله سريعه وبسيطه جدا. هنا اهو حمرت لسان العصفور، وضفت المكرونه للصلصه بتاعتها، بس ما قلبتهاش لاني بخلي التقليبه بس عند الغرف، بسخنها بقى واقلبها كويس عشان تبقى سخنه وفريش عند الاكل، وما تاخدش درجه سوا عاليه وتبقى طريه واحنا بناكلها. وبحمر الفرخه بعد ما اتسلقت. وكده تكون وجبتي جهزت، واكلتي السريعه النهارده استغرقت ساعه واحده فقط. وبقول لكم بألف هنا وبألف شفا، وإلى لقاء في فيديو تاني إن شاء الله، في حفظ الله.